السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد. الشهوة ديال اليوم ان شاء الله غادي نوجدو فيها طاجين ديال اللحم مخضر بالتفاح معسل مع شوية ديال الزبيب. غادي ناخدو الطاجين، غادي نسخنوه هو الاول، نضيفو شوية ديال الزيت البلدية مخلطة مع شوية ديال الزيت الرومية. ناخدو اللحم، انايا هنايا استعملت نص كيلو. كمية اللحم كتبقى على حسب عدد الافراد. غادي نديروه في الزيت باش يتشحر. ممكن انكم ديروا اللحم ديال الماعز، ممكن ديروا اللحم الغنمي، ممكن ديروا البقري، على حسب نتوما شنو بغيتو. الطاجين هذا ديال اللحم بالتفاح معسل كيجي هائل بزاف. كنديروه بديل ديال السفرجل ولا بديل ديال البرقوق. غادي ندير هنايا شويه ديال التوابل. غادي نبدا بشويه ديال القرفه، معلقه ديال القرفه صغيره، غير الراس ديالها ماشي بزاف. نزيد الخرقوم، نزيد الملحه، نزيد الابزار وسكينجبير، نديرهم هادي تقلى فيهم هذيك اللحم. نبقى مره انني نحرك هذاك اللحم حتى يتخلطوا المكونات ديال الطاجين كاملين. غادي نبدا نقلب فيه بشويه بشويه، حيت الا كان اللحم مشحر مزيان كانت البوطه ما مجهداش بزاف الطاجين كيصدق، كيطلع من الاول. الا زربتي عليه وما خليتيهش تشحر ما تيصدقش الطاجين. وحتى درجة الحرارة ديال العافية حتى هي كتلعب دور. الا كانت مجهدة بزاف الطاجين كيتحرق ما تيطيبش. الا كنا مزروبين من الاحسن اننا نديروه في الكوكوت، ما نديروش في الطاجين. غادي ندير شويه ديال الثومه، تقريبا هنايا 2 فصوص ديال الثومه قطعتهم على هذا الشكل هذا. نزيد واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس، نخلي هذا القزبر حتى الاخر ونعاود نضيفو. غادي نزيد واحد شويه ديال البصله، ماشي البصله كلها، هنايا خديت تقريبا 2 حبات ديال البصل. غادي ندير هنايا واحد شويه اللي نشحر فيه اللحم، وليت ندخلو لتحت اللحم باش ما يلصقش ليا هذاك اللحم في الطاجين. كما قلت لكم الاساس ان البوطه تكون ناقصه، ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش ناقصه بزاف كاع. كما كتشوفوا دابا هو الطاجين بدا تيتشحر. غادي نبدا نقلب. هي العطريه بدات كتدخل للحم. نحاول انني حتى هذيك البصله نردها لتحت اللحم. صدقوني هاد الوصفه هذه ديال الطاجين ممكن انكم تقدموا للضيافه، المناسبات، حتى الاعراس، لانه كيجيب واحد المذاق اللي هو زوين بزاف بزاف، خصوصا الا تبعتوا هاد المراحل اللي غنقول لكم. غادي نضيفوا دابا البصله اللي عندنا، هي كما كتشوفوا راه شلتها مزيان، قطعتها على هذا الشكل هذا باش تذوب في الطاجين، ما خاصهاش تجي غليظه. حتى البصله البيضاء حتى هي كتجي مزيانه بزاف. هنايا كانت عندي البصله الحمراء هي اللي درت. صافي هنست البصله ديك الساعه كتطلق الماء ديالها، ما نحتاجوش اننا كل مره نبقاو نديرو الماء في الطاجين. نزيد واحد شويه ديال القزبر ونخليه واحد 10 دقائق هكاك بلا ما تشحر. هنا غادي ندوزو للتفاح. خديت هنا 2 تفاحات بهذا الحجم هذا، حيدت لهم اللب ديالهم، ما قشرتهمش، ما زولتش مقشره.
صفيتهم هكا. غادي نزيد ليهم هنايا شويه ديال القرفه، تقريبا واحد معلقه ونص صغيره ديال القرفه. غادي نزيد ليها الماء ونديرها طيب فوق النار اللي هي متوسطه لمده ديال 10 دقائق. هنايا التفاح ما تيهزش الطياب، ماشي بحال السفرجل. ومن بعد هذيك الساعه فاش يطيب غادي نزول ليه هذا الماء هذا اللي كان فيه ديال القرفه، نصفيه ليه. ديك الساعه نبدا نعاود نطيبو في واحد العصير ديال البرتقال ونزيد ليه السكر اولا سنيده. هو فاش غادي نعسلو الطاجين ديالنا، غادي نزيد ليه واحد شويه ديال الماء، تقريبا واحد 3 المعالق كبارين ديال الماء صافي، هما اللي غنزيد ليه. غادي نطيب تقريبا هز ليا في الطياب 3 سوايع الا ربع ساعتين و45 دقيقه. لكن البوطه راه هي ما مجهداش بزاف. صافي هو التفاح ديالنا من بعد ما طاب كما شفتوا، صفيته من هذاك الماء ديال القرفه. زدت ليه هنايا واحد الليمونه، عصرتها ليمونه وحده فقط. غادي نزيد لها تقريبا 4 المعالق كبارين ديال السكر سنيده، ونشعل عليه البوطه يتعسل. صافي كنبقى ندير هكا باش هذاك العصير يشرب، يدخل التفاح مزيان. نقلبو هكا مزيان صافي ونديرو فوق البوطه. الطاجين هو من بعد ما بدا كيطيب كما شفتوا، راه البصله طلقات هذاك الماء ديالها حتى هي. غادي نزيد الزبيب هنايا، رقدتو تقريبا واحد 4 سوايع. كي فقت في الصباح خويت عليه الماء طايب وخليته، ما نحتاجش كاع انني نديرو ليله كامله ولا نديرو فوق البوطه يطيب بوحدو. كاين اللي ما كيبيش يدير الزبيب، يدير غير التفاح بوحدو، ولكن يزيد في الكميه ديال التفاح مع الزبيب مع التفاح. جا هائل بزاف 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 بزاف، صدقوني شي حاجه اللي خطيره وواعره. هنايا الطاجين هنا بدا تيطيب واحد شويه. غادي نزيد ليه التفاح اللي معسل. واخا تشوفوا هكا راه البوطه ما مجهداش، راه هي ناقصه مهيله. غادي نقاد التفاح ديالي هنايا فوق الطاجين نقادو، وغادي نزيد هذاك الليمون اللي معسل. غادي نزيد شويه هنايا ديال المرق ديالو، نضيفو فوق الزبيب وفوق البصله باش يطلق هذيك النكهه ديالو في الطاجين، مع باقي فيه شويه د النكهه ديال القرفه. كما كتشوفوا فاش غسلنا التفاح من القرفه جا مزيان داك الشكل ديالو هكا، المنظر ديالو باش ما يجيش لاصقه عليه القرفه فوق منه. صافي كنزوقو هنايا بشويه ديال القزبر كنسدو عليه. هو انا بدا كيطيب الطاجين تقريبا وصل نص الطيبه، هنايا دازت ساعه ديال الوقت. نص طيبه غادي نبقى ناقصه عليه حتى صافي ما يبقاش فيه كاع الماء، تبقى فيه ديك المرقه تولي خاطره كما هكا. كما كتشوفوا هذه هي النتيجه النهائيه ديالو. شوفوا المرق كيفاش كيجي خاطر. زدت لي انايا كاضافه، زدت ليه شويه ديال اللوز، حيدت ليه القشور ديالو قليته. ممكن انكم تستغنوا عليه الا بغيتوش ديروا، تكتفيو فقط بالتفاح معسل مع الزبيب. وبالصحه والراحه، وما تنساوش انكم تبارطاجيو مع الناس اللي عزازين عليكم، تخليو لي كومونتير ديالكم الى وصفه قادمه بحول الله.